لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خبر محزن جدا جدا جدا. هادو مساكن غيتعدموا، هادو الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان. البارح صوتوا على قرار الإعدام ديالهم، يعني انت شاد ناس عندك في السجون ديالك لسنوات وسنوات، ما كفاكش داكشي لوحشيتك ولدمويتك ولانعدام الإنسانية فيك، ولأنكم تستمتعون بأنكم تقتلوا عباد الله. صوتوا. شوف دابا كيفاش هاد الناس كيصوتوا على ارتكاب جريمة حرب، واخا يكون هذاك متحارب معاك، راه صافي اسير، راه عندك، راه لا نعدم الاسرى، راه قسما بالله الى نتعجب من وحشيتكم ونتعجب من هذا المستوى اللي وصلتوا ليه. بل شوفهم فاش قرروا وفاش صوتوا وفاش داز القرار ديال انه يعدموهم، كيحتفلوا. شوف دابا بشري يحتفل لانه غادي يعدم بشري، وما كاينش اللي غيقول لهم حتى حاجه. بل سمع شنو تيقول وزير الامن القومي ديالهم دفاعا عن القرار ومحتفلا بالقرار ومتحديا العالم. قال لهم: نحن لا نخاف من الاوروبيين ومن مواقفهم ومن ضغوطهم، لانه في قرارات انفسهم هما هاد الناس عارفين بان هاد الشيء اللي تيديروه راه ماشي هو هذاك، ولا يمكن أن يقبله عاقل. وتنعرفوا بأنه في أوروبا كاين شوية ديال الإنسانية، شوية ديال الديمقراطية، كاينين ضمائر حية ما، وأكيد غادي يضغطوا وأكيد ما غادي يقبلوش هاد الشيء، حيت نورمالمو خاص شوارع العالم تعمر بالمتظاهرين وبالناس بالأناس بالضمائر الحية الرافضة لهاد الشيء، لأنه ما كاين حتى شي واحد عاقل غيقبل أنه يشوف إنسان وإنسان تيصوت واش غنعدمو ولا ما غنعدموش وهو أسير عنده. عادي جدا، ما غيظلمك، ما غيقيسك، لا حول له ولا قوة. هو في الزنازين ديالك وتتعذبو وتدير فيه ما بغيتي، وما كفاكش كاع داكشي، انت كتصوت وكتقحم الديمقراطية. شوف دابا الخطوة ديال هادشي، يقحمون الديمقراطية، تيوسخوا هاد الناس، وسخوا كل شيء، وبلا ما يجي حتى شي واحد ويقول لي وما علاقتنا احنا في فلسطين، او لا ما علاقتنا بهاد القرارات، يموتوا ولا يجلسوا. بنادم راك بنادم راك انسان، بنادم خلي عليك الايديولوجيات والصراعات والقوميات وداك الشيء وداك الطبريش كامل خليه. انا تنهضر ليك على انه ناس صوتوا باش انهم يعدموا ناس وصافي، ودوك الناس راه عندهم ولا يشكلون لا خطر لا حتى حاجه، وهذه جريمه حرب، وهذا الشيء مرفوض، وهذا الشيء لا يقبله عاقل، لا يقبله انسان. ومش يشوف داك الديكور غيهرب وما غيقبلوش ويقدر انه لا حول ولا قوه الا بالله. والسؤال الكبير هو الدويلات والبطيطات واللوبيات، وراكم عارفين واش غيتحركوا، واش غيديروا شي حاجه، واش غيقولوا شي حاجه. التاريخ المشترك وتيهضروا على الهويه والدين المشترك والقوميه وداك الشيء ديالهم كله. واش غيديروا شي حاجه، واش غيديروا شي حركه، واش غيستنكروا، واش غيديروا شي بيان، واش غيكونوا شي مظاهرات، واش غيكون شي رافض، واش غيكون غير شي تعليق؟ دابا اما الخبار ساقوا الخبار، ولكن كيف غير سيعلقون؟ واش غيديروا جيم، ولا غيديروا اغضبني، ولا غيديروا احببته، ولا غيديروا ادعموه، ولا حيت هاد الناس وليتي كتعجب من لا مواقف ديالهم، وليتي كتعجب من انه تيوقعوا احداث كبار والعالم تيفهم وتيشوف بانه ها الظالم، ها الشرير، وتيشوف ها المظلوم، ها اللي مشى له حقه، ها المعتدى عليه، وتتشوفهم بانهم تيقفوا في واحد الاتجاه واحد اخر، هما يا تيساندوا الظالم يا تيسكتوا. شي حويجات في شكل شي تولي تقول فين هو المنطق، فين حنا، اش هذا المستوى وصلنا ليه، واي وزن عندنا، واي قرار عندنا،
واي سياده عند هاد الناس، واي بزاف ديال الاسئله تيجيوك وتتبقى تعجب وتتحل فمك وتتقول اللهم ان هذا منكر. عموما سلاحنا الوحيد حنا هو هذا، نحن نستنكر ونخبر الناس بانه راه واقع جريمه وخاص كاع الناس يسيقوا لهاد الفضايح هادو الخبار باش لعل وعسى يفهموا فينا هو الشر. غير يفهموا غير حيت دابا انا ولا تيبان ليا بانه شي وحدين كاع وقيلا مازال ما تيفرجوش بين الشر والخير والظالم والمظلوم والمعتدي والسرطان اللي تكب